صافي وزارة التعليم كاع بدات كتصيفط الاساتذه التوقيف من الخدمه. الدفاع عن اخواننا الموقوفين، وايضا الدفاع عن مطالبنا المشروعه وهي اسقاط نظام المآسي تضامنا مع غير التوقيفات المباشره في حق المناضلين الاحرار لتنسيقيات. هذه التوقيفات طالت مجموعه من الاساتذه على الصعيد الوطني، توقيف مباشر عن العمل وتوقيف عن الاجره. السلام. 4 يناير 2024 الاساتذه بداو هذا العام باحتجاج موحد، تجمعوا كاملين في الرباط وداروا مسيره من البرلمان جهه وزاره التعليم، وهذه المسيره حضروا فيها الالاف ديال الاساتذه. هذه المسيره داروها تنسيقيات، حيت كما سبق وقلنا وناقشنا ان الاساتذه ما بقاوش كيثيقوا في النقابات، ما بقاوش باغيين تكون هي الممثل ديالهم وتدافع عليهم، واختاروا انهم يتجمعوا تنسيقيات واخا ما عندها الصفه قانونيه، ولكن بهذه التنسيقيات قدروا يوصلوا الصوت ديالهم للوزاره للحكومه وقدروا يفهموا الراي العام الشارع المغربي. فهمونا حتى حنا كاملين اشنو واقع وشنو هما المطالب ديالهم. النقابات اتفقات مع وزاره التعليم على تعديلات اللي غدار في النظام الاساسي وبالنسبه لها سالات الخدمه ديالها. التنسيقيات تقول داكشي اللي اتفقوا عليه النقابات مع الوزاره ما كافيش، حيت المطالب ديالهم مازال ما تحقق منها والو، والتنسيقيات بقات مكمله في الاضراب وكدير الوقفات والمسيرات. والبارح في الوقيته اللي كانوا الاساتذه دايرين المسيره ديالهم في الرباط، بداو المدراء الاقليميين بزاف ديال المدن في المغرب كيصيفطوا التوقيفات للاساتذه، ومازال الحدود لهذه الساعه اللي كتشوفني مازال التوقيفات كتفرق. واش غيديروا توقيف مؤقت عن العمل حيت وزاره التعليم كتعتبر ان الاستاذ ماشي داير اضراب، ولكن كتقول انهم متغيبين وخاصهم يوقفوا من الخدمه ويدوزوا في المجلس التاديبي باش هكا يشرحوا لذاك المجلس علاش هما متغيبين وشنو هو السبب. واخا حنا عارفين شنو هو السبب وعارفين علاش الاساتذه دايرين الاضراب، ولكن الوزاره بغات تتبع هذه المسطره القاصحه. والمشكل هو انه هذا المجلس التاديبي كيتعطل نورمالمون فاش كتوقف من الخدمه حتى الصالير ديالو كيتوقف وما غيرجع حتى يرجع للخدمه ديالو حتى يدوز في المجلس التاديبي ويتحل المشكل. الحل هو ان وزاره التعليم تسمع الاساتذه وتجلس معاهم وتسمع منهم وتحتوي المشكل وتحتوي القضيه، ما تخليهاش تكبر. اما الا خلات القضيه في حال هكا راه حتى واحد ما غيستافد. الوزاره كتقطع التعامل والسنه الدراسيه كتمشي بالزربه وكتخربق اكثر. الاساتذه كيديروا التصعيد وكيزيدوا في الاضراب، والتلاميذ كيضيع الوقت ديالهم وحتى واحد ما مستافد. وحتى الا كانت الوزاره راضيه وما بغاش تجلس مع الاساتذه، ياك المطالب ديال هاد الاساتذه واضحه كنا عارفينها من نهار بداو، وحتى الوزاره عارفه هاد الشيء، وخاص الوزاره تحاول تحل هاد المشكل. واخا الوزاره ما تجلسش مع الاساتذه ولكن ضروري دير التزامات يكونوا عندها تاريخ محدد، حيت راه كنا عارفين باللي الوزاره صعيب تستجيب للمطالب ديال الاساتذه كلها في دقه. وفي نفس الوقت كاين مطالب اللي خاصها فلوس، كاين المطالب اللي خاصها صيانه قانونيه بزاف، كاين اللي خاصها بزاف ديال الوقت. عاوتاني دير كيف ما قلنا الالتزامات محدده، وغدير بروغرام استراتيجي وغدير دراسه لكل مشكل وكل ملف عند الاساتذه، وتحاول دير ليه واحد المدى محدد وواحد الزمن محدد فوقاش غيتحل المشكل. ماشي ديريكت توقف عن العمل، حيت راه كاين اساتذه اللي عندهم اسر، التزامات ماديه، كريديات، وهذا راه صعيب. والاشكال هو ان السلوكات العنيفه كتزيد الحقد ما بين الاستاذ والوزاره التعليم، وحنا كنقلبوا على الثقه ترجع ما بين المواطن والمسؤول، ماشي داك الوعود الكاذبه كيف كل مره وكل سنه. المسؤولين فعلا يخدموا ديال بصح ويبينوا انهم كيجتهدوا ويديروا الحل ويعطيو واحد الوعد اللي هو على شكل التزام، ماشي وعد في السماء. كنتمنى هذا المشكل يتوقف عند هذا الحد ما يزيدش يتعقد اكثر. فحتى لهنا نكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا. لاول مره كيشوف هاد لاشين هبط ابونا معنا وفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد، ونتلاقاو في حلقه جديده وبلان جديد. بيس. الوزارة أبت إلا أن تتملص من جميع عهودها السابقة وقدمت حلا ترقيعيا لا يرضي الجميع. هذه التنسيقيات في نداء مشترك وإخبار مشترك وفي بيان مشترك دعينا لهذا، يعني 3 أيام إضراب، 3 4 5 الأربعاء والخميس والجمعة، وكذا وقفة ممركزة بالرباط. هذه أشكال الاحتجاجية اللي مازال مستمرين فيها، باعتبار كنعتبروا في التنسيق الوطني وباقي التنسيقيات بأن ما تم الاتفاق عليه من طرف الحكومة والوزارة الوصية والنقابات الخمس لا يلبي حتى الحد الأدنى ديال المطالب الشغيرة التعليمية.